نجم عاش معانا جيلين كاملين، مش بس نجح، لأ، ده قدر يصنع حالة فنية خاصة بيه رغم كل التغيرات اللي حصلت في ذوق الجمهور وفي شكل السينما والدراما كمان. نجم بدأ من التسعينيات وكمل لحد النهاردة، محافظ على مكانته وسط أجيال كتيرة. هو النجم كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز مولود يوم 17 أغسطس سنة 1975 في حي العجوزة في القاهرة. اتربى وسط أجواء فنية من الطراز الأول. أبو المخرج الكبير محمد عبد العزيز اللي أخرج كلاسيكيات مهمة للسينما المصرية، وده كان معناه إن كريم من صغره عاش جو التصوير والكواليس وتعلم يعني إيه كاميرا وإضاءة وتمثيل قبل ما يحط رجله في المعهد. وهو طفل صغير شارك في أعمال فنية أبرزها فيلم المشبوه مع عادل إمام وسعاد حسني سنة 1981، لكن بعد كده قرر يركز على دراسته. وبعد الثانوية دخل معهد السينما قسم إخراج مش تمثيل زي ما ناس كتيرة فاكرة. وأثناء دراسته اكتشف أستاذه المخرج شريف عرفة موهبته التمثيلية ورشحه لأول دور حقيقي ليه في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة سنة 1998 مع الراحل العظيم أحمد زكي. الدور ده كان مجرد بداية، بعدها عمل مشاركات صغيرة في مسلسلات زي امرأة من زمن الحب مع سميرة أحمد اللي ساعد في تقديم جيل جديد وقتها زي منى زكي وأحمد السقا وحلا شيحة. وكانت دي فترة مهمة جدا في صناعة نجوميته. بداية الألفينيات كانت السينما المصرية داخلة على موجة جديدة، أفلام شبابية خفيفة، كوميديا اجتماعية مع لمسة رومانسية. هنا ظهر كريم عبد العزيز كواحد من أبرز الوجوه دي. قدم سنة 2000 فيلم ليه خليتني أحبك مع منى زكي وحلا شيحة، واللي كان من إخراج ساندرا نشأ، وفيلم حرامية في كي جي 2 سنة 2002 مع حنان ترك، وحرامية في تايلاند سنة 2003. الأفلام دي كانت بتكسر الدنيا وقتها، لأن كريم كان بيقدم شخصية الشاب البسيط اللي قريب من الناس واللي بيغلط وبيحب وبيتخانق شبهنا يعني. سنة 2005 جه التحول الكبير، فيلم أبو علي مع منى زكي وإخراج أحمد نادر جلال، وقتها حقق نجاح ضخم جدا. وكريم هنا قدم خلطة بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، وكل ده بخفة ظل مش مصطنعة. منين العز ده كله؟ تجارة السلاح يا باشا، لسه حالا بايع دبابة عاملة 35,000. والنبي يا اسطى على يمينك هنا عشان معانا واحد هربان من الجيش. انا مش هربان. انت هربان تتعرفت. مين فيكم يا كلاب اللي كان الجبنة؟ اللي فطحانة في المنطقة والمحطات الفضائية. ومن بعدها كريم قرر إنه ما يكتفيش بشخصية الولد الطيب اللطيف، فقدم أفلام أكشن اجتماعية قوية. واحد من الناس سنة 2006 قصة شاب بسيط بيدور على حقه واستعلى من الفساد. وخارج عن القانون سنة 2007 قدم فيه دور شاب طيب الظروف دفعته للجريمة. فاصل ونعود سنة 2011 من الأفلام المهمة جدا، قصة أب بيدور عن ابنه وسط شبكة معقدة من العصابات. لكن رغم انشغاله بالأكشن كريم ما نسيش الكوميديا اللي الجمهور حبوا فيها. عمل فيلم نادي الرجال السري سنة 2019 من إخراج خالد الحلفاوي، وفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين سنة 2021 اللي اتكلم فيه عن المشاكل الزوجية الحديثة بطريقة كوميدية. ده غير دوره في فيلم الفيل الأزرق واللي كان مؤثر جدا وبيلعب فيه دور غامض وأتقنه بشكل جميل. يتظاهر إنه على قيد الحياة، أن يونس في بطن حوت كافر. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. يحيى، انت كده كملت 5 سنين انقطاع عن العمل. يحيى، انت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ ولا أنت اللعب نساك الطب؟ ايه رأيك في 8 غرب؟ 8 غرب النهارده اقوى سجن متأمن في مصر. دكتور يحيى رشد. نيجي بقى لمحطة مهمة جدا في مشواره، الدخول لعالم الدراما الوطنية والمخابراتية. كريم كان دايما بيختار يدخل المغامرة وهو مستعد. سنة 2017 قدم الزيبق، مسلسل مأخوذ عن ملفات المخابرات العامة المصرية، شاركته البطولة فيها ريهام عبد الغفور، وكان من إخراج وائل عبد الله. لأنه قدم كريم في دور الجاسوس الوطني بملامح قريبة مننا، مش سوبرمان ولا مثالي، لا، إنسان طبيعي بيغلط ويتعلم. وبعده جه الاختيار 2 سنة 2021، واحد من أهم المسلسلات الوطنية في تاريخ الدراما. قدم شخصية الضابط زكريا ببساطة شديدة وبدون شعارات، وأصعب مشاهد المسلسل كانت المشاهد الصامتة اللي اعتمد فيها على تعبيرات وشه بس. وكريم كمل نجاحه في السينما الوطنية كمان بفيلم كيرة والجن سنة 2022 المأخوذ عن رواية 1919 لأحمد مراد وإخراج مروان حامد، واتكلمنا عنها في حلقة قبل كده. وقدم فيه شخصية أحمد كيرة المناضل ضد الاحتلال الإنجليزي بروح وطنية عالية جدا. الملفت في مشوار كريم عبد العزيز إنه فنان عنده وعي حقيقي، عارف إنه عشان تفضل نجم لازم تفهم جمهورك وتسمع تغيراته، مش بيكرر نفسه ولا بيقف في منطقة واحدة. عنده مرونة إنه يتنقل من الكوميديا للأكشن للدراما الوطنية بكل سلاسة. من اصعب فيلم عملته في حياتي، لا هو اصعب فيلم بامانه عشان ابقى واضح، الجزء الثاني في الاسم.
هو طبيعة الفيلم انت في حالة عفاريت وفي حالة قوة تانية وبتمثل مع حاجات مش موجودة في الجرافيكس، وبعدين المدة 2-3 وبتتعامل مع خالد الصاوي في الجزء الأول، حبيبي وصاحبي وأخويا كمان. الجزء الثاني ونيلي طبعا الجزء الأولاني، ونيلي وهند الجزء الثاني. طبيعة الفيلم يا أمير يعني دخلت برضه في المود ده. فيلم يعني عارف أقول لك على حاجة وحياة ربنا، كنت مثلا أقول إيه، الممثل اللي يقول لك أنا عملت فيلم أصلي ضايقني، إيه يا عم كلنا بنمثل عايش الشخصية، ما كلنا بنمثل على الله يا عم وبنرجع. لا، في أفلام وأدوار مش هقول لك أنت ماشي في الشارع عامل زي المجانين، في حاجة كده، في تقل على في تقل تعبان، فيلم صعب، شخصية صعبة ومع كل ده كريم عبد العزيز بيحافظ على خصوصيته، مش بنسمع عنه مشاكل، مش بنشوفه بيستهلك صورته في الإعلام، مركز بس في شغله، ومؤمن إن النجاح الحقيقي مش بس في الشباك لكن كمان في قلوب الناس. كريم عبد العزيز مش مجرد نجم سينما، ده مشروع فني مستمر ورحلة جميلة بنعيشها معاه سنة بعد سنة. وطبعا لو الحلقة دي خلتكم متحمسين تعيشوا مع كريم عبد العزيز شوية، تعالوا أقول لكم على ماراثون أفلام ومسلسلات لازم تشوفوها عشان تحسوا بمشواره كله. ابدأوا مثلا مع اضحك الصورة تطلع حلوة علشان تشوفوا البدايات والبساطة والبراءة، وبعدين حرامية في KG2 وحرامية في تايلاند عشان تحسوا خفة الدم اللي ملهاش زي. بعد كده خدوا نقلة كبيرة مع أبو علي، فيلم أكشن رومانسي ممتع بكل المقاييس. وبعدين واحد من الناس عشان تحسوا قد إيه كريم قدر يشيل قصة درامية مؤثرة لوحده. وما تنسوش نادي الرجال السري، كوميديا اجتماعية خفيفة وعميقة في نفس الوقت. وفي الدراما طبعا لازم تشوفوا الزيبق وبعده الاختيار 2، لأن هنا شفنا كريم بوجه جديد تماما. وختامها مسك مع كيرة والجن، فيلم وطني عظيم بكل تفاصيله. كل محطة من دول هتحسسكوا قد إيه كريم عبد العزيز مش فنان عادي، ده واحد قرر يكبر معانا جيل بعد جيل ويحافظ على مكانته وسط قلوبنا. قولولي إيه أكتر فيلم بتحبوه لكريم، أو أول عمل شفتوه ليه وأثر فيكم؟ مستنية تعليقاتكم ومشاركتكم.